السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم هذه الوجبة اللي غنية على التعريف. نبداو على بركة الله. بالنسبة للكمية اللي غادي تكون ديال 4 ديال الناس، كندير 3.5 ديال الكسكسو، كندير واحد 2 المعالق ديال الزيت، كنديرهم بحال شكل الحرشة، كنلبس داك الكسكسو بالزيت وكناخد شوية ديال الماء كنرشو، نخليه واحد 5 دقائق اولا غير كتشوفوه يبس. صافي كنحلو بيدي تاني ونخليه على جنب. هنايا ندوزو باش ندير البلول. بالنسبه كاين اللي كيقول المرقه. بالنسبه لهاد المرق ديال الدجاج، كندير كلشي في مره واحده، كيعطي واحد المذاق رائع. بالنسبه لهاد الطريقه هذه هي ديال زمان، يعني الطريقه ديال زمان. كندير الزيت على حساب 5 د المعالق. بالنسبه للمبتدئات كندير 5 د المعالق ديال الزيت. كندير الدجاج اولا اللحم على حساب المتوفر، وكنصحكم بالدجاج الصراحه كيعطي مذاق زوين. كنقطع البصله رقيقه بزاف، قطعوها رقيقه كتجي احسن من المطحونه. دوكا المهم هادو المهم كيشحال من درتها كتشي غير صافي كتبقى العجينه كما كتشوفوها مطحونها بلا ما بلا والو. كندير في الخلاط شويه شويه حتى نتحصل على هاد الصوص ديال المطيشه. كنضيفها حتى هي. وبالنسبه هنا درت المعدنوس، حتى هو كنقطعو رقيق. حاولوا تقطعوا هاد الحوايج رقيق بزاف احسن ما طحنوهم. كنزيد عليهم هنايا الخيزو، كندير الملحه وعلى حسب الذوق كنزيد شويه ديال الفلفله الكحله، كندير القرفه وكندير الخرقوم وكندير سكينجبير. ممكن ديروا التحميره وممكن لا، على حسب. كاين اللي ما يبغيش داك اللون الاحمر. كنمرق هنا وكنزيد واحد الضامه ديال البنه. كنرجع عند الطعام ديال عفوا الكسكسو، كاين اللي كيسميه الطعام. نديرو في الكسكاس وكنديرو فوق ديك البرمه نفسها. صافي هنايا كنشوف فاش كيبدا كيخرج هاد الفوار من الفوق، كنحيد الكسكاس. هنايا كنضيف الماء عاوتاني، كندير على حساب زلافه ديال الماء تقريبا اولا كاس. وكندير الملحه على حسب الذوق بطبيعه الحال. وردوا البال حيت غادي يكون البلول مالح. صافي كنبقى هكا نخلط بيدي. الا كان سخون عليكم عفوا خلطوا بعد شي حاجه ديال العود. وقلت لكم العبار ديال الماء غير بالنسبه للمبتدئات باش هكا يجي لهم ساهل. ديروا تقريبا ماشي زلافه ولكن تقريبا زلافه ديال الماء. صافي هنايا كندير بيدي من بعد ما برد شويه. وهاد العمليه ضروري ديروها في الكسكاس، حركوا كيما راني كندير باش هكا طلع التفويره في الكسكسو كامل، ما تجيش شي بلاصه معجنه. كنرجعو تاني فور حيت 3 تفويرات عاود تاني كنحيدو. صافي كنحلو بشي معلقه هكا حيت راه كيكون سخون بزاف. كنزيد عليه الماء تقريبا زلافه حتى في هذه المرحله وكنغطيه. كنرجع حنايا كندير الحمص من بعد بطبيعه الحال درتو في الماء حتى طبخ. وزديت عليه في الكوكوط عاد درتو باش دغيا يطيب لي هنا. وزدت الخضره تزيدوا اللي متوفر عندكم. ولكن الصراحه القرعه الحمراء والكرم كيعطيو واحد المذاق رائع، يعني كنصحكم انكم ديروها. ولفت حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. كنرجع للكسكسو ديالي تاني، راه عاد سخون داكشي علاش كندير بمعلقه. ولكن ضروري ركزوا ما تخليوش دوك التكتلات. نحاولوا ديروا بيدكم باش ما يبقاوش دوك التكتلات وما يتعجنش ليكم. غادي نرجعوا باش ندير التفويره الثالثه. وفي نفس الوقت النار ما تكونش مجهده باش داك المرق ديالكم يعني ما يتشربوش الخضره وتبقاو بلا مرق. صافي هنايا غادي نرجعو يفور. كما قلت لكم راه غير كتشوفوا الفوار بدا كيخرج من الكسكسو يعني عرفوا صافي غادي تحايدوه في ديك اللحظه. هنايا غادي ندير الكسكسو ديالي. غادي ندهن يدي شويه بالزيت واخا غادي يكون سخون، يعني خصكم تصبروا في هذه المرحله باش هكا ما يتعجنش ليكم. غادي نحاول نلبس ديك واحد شويه ديال الزيت الكسكسو ديالي كامل كما كتشوفوا في الفيديو.
صافي ومن بعد كنخليه حتى يبرد واحد شويه، وعاد نحاول نحلو بيدي باش ما يبقاوش تكتلات ويكونوا الكسكسو يعني جاهز، وما يعطيش دوك، حيت دوك التكتلات فاش ناكلوهم كيعطيو واحد المذاق ماشي زوين. صافي كنخليه على جنب، وبطبيعة الحال يعني المرقة ديال الكسكسو كتجي جاهزة مع التفوار، يعني الخضرة كتكون طايبة كيجيو تماما في نفس الوقت. ثقوا بيا الصراحة واحد المذاق رائع كيعطي هاد الكسكسو ديال زمان، يعني حنا شحال هادي كانوا يصاوبوا بهاد الطريقة، ماشي كل حاجة كطيب بوحدها. صافي هنايا كنحاول نقادو في التبصيل، وكما قلت لكم هاد الكميات وكل 4 ديال الناس. صافي كنقاد الطبسيل ديالي بحال هكا، وكنحاول ندير ديك القاعدة فين غادي نحط الدجاج اولا اللحم اولا داكشي اللي درتو يعني. وهنايا في اخر حاجة درت الزبيب، خليته باش يطلق. صافي كنزين بالخضره ديالي، بطبيعة الحال زينو بالطريقة اللي تعجبكم. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتبارطاجيوها مع الأحباب ديالكم والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة، وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. وخليتكم على خير ودمتم سالمين.